لو انت فاكر ان الانترفيو قصه لبس وكلمتين حفظتهم، فانت حرفيا بتضيع وقت. 90% من الناس اللي بيترفضوا مش عشان مش مؤهلين، لكن لانهم بيروحوا مش جاهزين ولا محضرين اصلا للانترفيو. وانت داخل اي انترفيو لازم تكون محضر الحاجات دي كويس جدا. رقم واحد، اعرف عن الشركه كويس. ما تروحش تقول انتوا بتعملوا ايه، ده اكبر غلطه ممكن تقع فيها. ادخل على موقعهم واعرف هم مين وشغالين في ايه. رقم اتنين، اتمرن على اسئله الانترفيو. الاسئله التقليديه دي مش مجرد كلام، دي فرصتك تبين شخصيتك وقدراتك. لما يقول لك عرفنا بنفسك، ما تعيدش اللي مكتوب في السي في. احكي بثقه عن مهاراتك، شغفك، وازاي هتضيف للشركه. لما يقول لك ايه اكبر تحدي واجهته، احكي موقف حقيقي، وضح المشكله وازاي حلتها، وركز جدا على دورك. رقم ثلاثة، حضر لبسك وشكلك. اللبس مش مجرد ديكور، هو اول انطباع عنك. اختار حاجه فورمال بسيطه، البس حاجه تخليك واثق في نفسك. رقم أربعة، ركز على مهاراتك العمليه. لو عندك خبره قديمه، احكي عنها بطريقه تبين قيمتك. قول موقف محدد زي في شغلك القديم مثلا قدرت احل مشكله كانت ممكن تكلف الشركه خسائر كتيره، وده كان ليه تاثير ايجابي على الشركه. افتكر دايما التحضير الصح هو اللي هيحدد اذا كنت هتتقبل او تترفض. كل خطوه حتى لو صغيره بتجهزها قبل الانترفيو بتقربك خطوه كبيره من حلمك. فما تضيعش الفرصه، حضر نفسك واثبت دايما انك تستحق.